السلام عليكم، سعيدة بلقياكم مع فيديو جديد ونهار جديد. عواشركم بروكا، معكم شهيوات وإبداع هاجر. الاقتراح ديال اليوم صابلي مذاق الكراميل اقتصادي، كيجي لذيذ هشيش ومقرمش في نفس الوقت، وبأقل من نصف كيلو دقيق خرجت منه 64 حبة. كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وإلا عجبكم الاقتراح كيف العاده كنتمنى ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو الوصفه عبر المواقع التواصليه. وإلا كانت هذه اول زياره لكم للقناه، شاركوا بالضغط على الزر الاحمر وفعلوا جرس الانذار باش توصلوا بجديد وصفاتي. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وتفاصيل التحضير وفرجه ممتعه. وغادي نحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، حبيبات تكون رقيقه، ما يعادل 80 غرام. عندي هنا اقل من نصف كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، ما يعادل 70 غرام. بيضه، قبيصه ديال الملحه، عندي هنا 2 غرام ديال خميره الحلويات، عندي 125 غرام ديال الزبده مارغرين، عندي 1 فلون كراميل، 1 ساشي ديال السكر فانيلا، وعندي هنا الدقيق يعني يكون خاص بالحلويات. دائما اللي تنقول لكم يعني دقيق نوعيه جيده، والكميه غنذكرها وسط الفيديو، وكذلك حتى الزبده النوعيه ديالها اللي خدمت بها غادي نوريها لكم من بعد. وهنا غادي ناخذ واحد الانيه اللي غادي نوضع فيها الزبده، يعني تكون بالحراره ديال المطبخ. غادي نضيف ليها قبيصه ديال الملحه، هنا دائما باش كنصحوا الذوق. وغادي نضيف ليهم السكر منسم فانيلا، وغادي نضيف نص كاس ديال السكر سنيده. انا غادي نضيف الزيت كيف ما كتعرفوا القاعده ديالي دائما ملي تنخدم الزبده ديال المارغرين كنضيف ليها الزيت، يعني باش عاد غادي نخدم هاد العناصر. يعني هنا ضروري كنخدموا يعني هاد الزبده مزيان مع هاد السكر السنيده، يعني حتى كتولي لنا الخليط كريمي على شكل بوماد. يعني هاد المرحله راها مهمه. ومن بعد ما حصلت على الخليط كريمي غادي نضيف ليه البيضه. وفي هاد المرحله يعني ضروري ما كنخدموا هاد الزبده والبيض وسكر سنيده، يعني ما خاش داك البيض يبقى معزول على العناصر، يعني خصو ينسجم ويعطينا واحد الخليط اللي هو موحد. كيف ما كتلاحظوا معايا نحصلوا على خليط كريمي بحال هاد الشكل هذا. هنا غادي نضيف الفلو كراميل، غير هو نتوما يعني من الافضل انكم تخلطوا هاد الفلو كراميل مع الزبده ومع سكر سنيده، يعني باش عاد تبداو تضيفوا الدقيق. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، وما نساوش كذلك خميره الحلويات اللي غادي نضيفها. وغادي نبدا نجمع بالدقيق الكافي، يعني هنا في هذه المرحله غير شويه بشويه باش ما يقصح لكمش العجين. خاصنا نحصلوا على واحد العجين كيف ما غادي تلاحظوا معايا، يعني عجين اللي كيكون خفيف، يعني عفوا اللي كيكون طري، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش قاصح بزاف. انا بالنسبه للكميه ديال الدقيق خدا معايا 360 غرام ديال الدقيق، وفي الفيديو السابق خدا معايا 350 غرام، وهذا راجع لان هنا استعملت بيضه كبيره. وكيبقى دائما نتوما على حسب نوعيه الدقيق اللي غادي تستعملوا. هنا غادي نغلفوا وسط بلاستيك غذائي وغادي ندخلوا للثلاجه، عندنا من نصف ساعه حتى لساعه، الثلاجه العاديه. كل ما بقى في الثلاجه العاديه راه افضل. هنا غادي نطلقوا ما بين 2 بلاستيكات
وغادي ناخذ الطابع هذا اللي على شكل مستطيل كيف ما موضح معنا في الصوره، وغادي نطبع العجين يعني حتى النهايه. كيف ما ممكن كذلك الا ما ساعدكمش العجين يعني ترشوا شويه ديال الدقيق، يعني ماشي بزاف، على البلاستيك وتوضعوا العجين كذلك وترشوا عليه شويه ديال الدقيق وعاد تطلقوا العجين، غير هو ما تكثروش باش ما ينشف لكمش العجين. انا بالنسبه لي هنا ساعدني يعني بدون دقيق، ولكن غنوريكم في الصوره المواليه يعني راه ممكن تستعملوا شويه ديال الدقيق. انا غادي نبدا نزول هاد المستطيلات بهذا الشكل العانى كما موضح في الصوره، يعني كنرفعوا البلاستيك وكنهزوا يعني داك المستطيلات يعني بكل سهوله. يعني عجين ديال الصابلي اللي هو ناجح، مقادير كيف ما شفتوا معايا اللي هي بسيطه، يعني كنحصلوا على واحد الصابلي اللي هشيش ومقرمش. هنا كنستفوا فوق اللاطه اللي مفرشه بورق الطهي، كنكون مسخنه الفرن على 180 درجه اسفل واعلى، كندخل لاطه الفرن، كنزل درجه الحراره ل 170 درجه ودائما اسفل واعلى من النار، وكنخلي الصابلي حتى كيطيب وكياخذ لينا داك اللوين ذهبي، يعني كياخذ قياسه من الطياب من الداخل ومن على برا. وهذه هي الزبده اللي خدمت بها، زبده مارغرين لذة ديال التوراق. وغنمروا باش نزينوا الصابلي. هنا من بعد ما طاب كيف ما كتلاحظوا معايا وكنحصلوا على هذا اللوين هكا يعني ذهبي، هذا الصابلي هذا كيجي هشيش ومقرمش. هنا هذا الفيتي اللي حضرته يعني منزلي، غادي ننزل لكم في القناه قريبا، وغادي ننزل لكم كذلك الرابط ديالو في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وبالنسبه لهذا الكراميل كذلك حتى هو حضرته في المنزل، كيجي رائع، يعني كراميل اللي هو ناجح. وكذلك غنعطيكم الاسرار اللي ما كيعطيوه لكمش الحلويات، يعني الاسرار باش هذا الكراميل ما يتحجر ليكمش، يعني ملي تكونوا كتصنعوه ما يتحجرش، لان الاغلبيه راه كيتحجر لهم الكراميل في المرحله ملي كيضيفوا يعني كيديروا السكر كيتحرق، ملي كيضيفوا له الماء اولا الحليب راه كيتحجر. انا غنعطيكم واحد السر يعني باش من اليوم ما يبقى يتحجر لكم الكراميل. ان شاء الله غادي ننزل كذلك الفيديو ديالو في القناه، وغادي ننزل لكم كذلك الرابط ديالو في اسفل الفيديو على هذا الصابلي هذا يعني في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا يعني كناخذ المستطيلات ديال الصابلي كندهنهم بالكراميل وكندوزهم في الفيتين، يعني الفيتين كذلك اللي هو ناجح كيجي مقرمش وكيجي لذيذ، وصفه اللي هي ناجحه يعني غينجح لكم ان شاء الله هو والكراميل. يعني من اول تجربه غتوليو تحترفوا الكراميل وكذلك تحترفوا الفيتين. كيف ما كنعرفوا الفيتين يعني راه كيتباع بواحد الثمن اللي هو باهظ. وستفت الصابلي بهذا الشكل هذا، خديت البوش اللي كنعمل به خطوط بالشوكولات الاسود اللي ذوبته في الباماري وضفت ليه القليل من زيت المائده. كيف ما كتلاحظوا معايا صابلي اللي هو اقتصادي، مقادير ومكونات بسيطه، مذاق الكراميل اللي جد المميز، كيجي رائع فعلا، كيستحق التجربه، كيجي هشيش وفي نفس الوقت مقرمش. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وكيف العاده الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم كنتمنى ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو الوصفه مع الاحباب ديالكم وعبر المواقع التواصليه باش يوصل لعدد اكبر من المشاهدين ويستفدوا منه. وتخليوا لي كذلك الاراء ديالكم في التعاليق. كنقدم لكم الصحة والراحة، وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعة، وموعدنا كيتجدد مع فيديو ووصفة جديدة إن شاء الله. نخليكم مع الصور.